شايفين اللمعة دي؟ دي طباعة ما بتتمسحش على محفظة جلد طبيعي يدوي بضمان 3 سنين. بتحتاري في الهدية، احنا خليناها الأقرب لقلبه، وفي نفس الوقت احنا في براند اتش قلنا نعمل حاجة خارج الصندوق. ايه الحاجة ديت؟ ان احنا هنخصص لك المحفظة دي عشان تديها هدية، هنخصصها بالطباعة اللي تحبيها، هتكتبي رسالتك هنا زي ما انت عايزة، وفي نفس الوقت هتفتحي من جوه تكتبي امضتك باسمك علشان يبقى دايما في القلب. كل ما يطلع المحفظة يشوف الرسالة بتاعتك ويفتكرك، وفي نفس الوقت اسمك جوه قلبه. المحفظة دي محفظة جلد طبيعي بقري بدباغة معينة علشان تدي الجودة الرائعة اللي احنا شايفينها دي مدبوغة بأعلى مستوى من الدباغة. الدباغة دي بتكون عبارة عن مواد صديقة للبيئة، والدباغة بتخترق الجلد من فوق لحد ما تعدي من الناحية التانية. ده بيفيد في ايه؟ بيفيد في العمر، وبيفيد في شكل المحفظة او شكل المنتج اللي معمول من طريقة الدباغة ديت في الجلد الطبيعي البقري بالذات. والدباغة دي بتخلي المنتج لما ينجرح مع الاستخدام تلاقي نفس اللون في الجرح، يعني مهما يتجرح هيفضل بنفس اللون وبنفس الجودة. ففكرة انها تتجرح ما يأثرش ابدا في اللون. دي اول حاجة في المنتجات الجلدية اللي معمولة بالطريقة ديت وبالدباغة دي. بعد ما بيتاخد الجلد بتاع البقر ويدبغ الدباغة الخارقة ديت بالمواد دي اللي هي الصديقة للبيئة والأعشاب، بيتاخد ويتقطع بالايد على مسطرة او باستخدام مسطرة حديد عشان تبقى النهايات بتاعة التقطيع شكلها متساوي، ما بتتقطعش وخلاص، بتقطع بمسطرة وبأشكال معينة. يجي بعد كده دور الإخرام، بتتخرم الأماكن اللي بيجي فيها الخياطة اليدوي ديت، لأن الخياطة اليدوي تعيش أضعاف ما بتعيش الخياطة اللي بالمكن، لأن الخياطة اليدوي دي معمول حساب كل خرم فيها، وبيتربط فيها الخيط بطريقة معينة بتخليه قوي جدا في الاستخدام ويعيش سنين. من قمة اتقانهم في صناعه المحفظه دي ان المحفظه دي ملهاش بطانه من الستان او حاجه زي كده، فهم سايبين الجلد ده ظهره على طول، لان الجلد متساوي من جوه وعامل زي القطيفه كده، فعلشان كده هو مش محتاج انه يتعمل له بطانه. يعني لما تفتح المحفظه هتلاقي ظهر الجلد قدامك على طول، مفيش بطانه تحجز المنظر بتاع ظهر الجلد. بعد تقفيل المحفظه دي بيجي دور الصبغه. الصبغه دي بتيجي في الحروف علشان طبعا هي طبقات جلد على بعضها، ولكن الاحترافيه هنا ان نهايه طبقات الجلد ما تحسسكش انها سميكه، دي رقم واحد. رقم اتنين، تدي لك احساس ان ده مطبوخ. فالصبغه دي بتغطي طبقات الجلد من الحرف من هنا، وفي نفس الوقت بتديها سنه لمعه واحساس انها مطبوخه في بعضيها، وفي نفس الوقت بتبقى مرنه مع الجلد عشان المحفظه بتتحرك وبتقفلها وبتفتحها فما يقشرش وما يطلعش، وده برضو مضمون ببراند اتش. اجمل واهم ميزه في براند اتش ان هو بيدي لك ضمان 3 سنين على المنتج ده انه يفضل بحالته وبجودته دي، الجلد ما يحصلوش حاجه، الخياطه ما يحصلهاش حاجه، واستخدم المحفظه بكل اريحيه، لان الخياطه اليدوي مع الجلد الطبيعي البقري المدبوغ الدباغه ديت بيخلوا المحفظه قويه جدا وتعيش سنين وسنين. يعني استخدمها براحتك، هتفضل شيك طول الوقت. غير ان النوعيه دي من الجلد بتكتسب مع الاستعمال بتينه الزمان، يعني كل ما تستخدم كل ما قيمتها تزيد. استخدم براحتك، القيمه بتاعتها هتزيد، هيبقى شكلها احلى من ما هي جديده. كل ما تستخدمها كل ما تغمق شويه ويبان فيها الاستعمال، ويبان فيها ان هي بقالها سنين، وهيبان ده على الجلد، هيدي زي باتينه كده، حته غامقه وحته فاتحه، هيبقى شكلها تحفه بعد استعمال سنين. احنا بقى في براند اتش عملنا ضمان عليها 3 سنين علشان تشتريها بكل اريحيه
وفي نفس الوقت تبقى ضامن منتجك ضمان استبدال واسترجاع، يعني لو حصل فيها اي حاجه ترجعها خلال الثلاث سنين لينا وبندي لك فلوسها كامله. وفي نفس الوقت احنا في براند اي اتش قلنا نعمل حاجه خارج الصندوق. ايه الحاجه ديت؟ ان احنا هنخصص لك المحفظه دي عشان تديها هديه، هنخصصها بالطباعه اللي تحبيها، هتكتبي رسالتك هنا زي ما انت عايزه، وفي نفس الوقت هتفتحي من جوه تكتبي امضتك باسمك علشان يبقى دايما في القلب. كل ما يطلع المحفظه يشوف الرساله بتاعتك ويفتكرك، وفي نفس الوقت اسمك جوه قلبه. ناس كتير خصصت المحافظ وخلتها بالطباعة الليزر اللي هي حفر على الليزر وحرق الجلد علشان تكتب على الجلد، ولكن احنا علشان بنخاف على الجلد وبنحبه وبنخاف على محفظتنا ومنتجنا ومش عايزين نحرقه ولا نجرحه، فعملنا الطباعة دي. الطباعة دي قوية جدا، ما ينفعش تتشال زي ما انتم شايفين، مستحيل تتشال، وفي نفس الوقت هتعيش مع المحفظة اللي بديلك عليها ضمان 3 سنين، وشيك اشيك خالص من الحرق، وهنعملها باللون اللي احنا عايزينه بالشكل اللي احنا عايزينه بالكتابه اللي احنا عايزينها. طيب انت عايزه دلوقتي تشتري من المحفظه دي، هتخشي على الموقع اللي هيظهر لك او هيكون موجود في الوصف. الموقع ده بعد ما تخشي على قسم هدايا مخصصه هتخشي تختاري شكل المحفظه بلونها، وانت بتشتريها هيظهر لك مربع فيه جمل كتير جدا. لو مش عاجباكي الجمل دي هتختاري اخرى وتكتبي الجمله بتاعتك، ثم من الداخل الامضه بتاعتك هتلاقي برضو خانه ليها مكتوب فيها الامضه بتاعتك او اسمك. لو مش عاجبك التايتلات اللي موجوده فيها هتكتبي اخرى وتكتبي الامضه نكتب قبليها ايه والاسم بتاعك. وبعد كده هتلاقي تشيك بوكس هتعلمي عليه، لان الحاجات دي لازم تكون مدفوعه الثمن بالكامل. هتعملي التشيك بوكس ده وتخشي تدفعي ثمن المحفظه والشحن طبعا، وتوصل لك المحفظه خلال 5 ايام عمل، لان ده بياخد وقت علشان يطبع على المحفظه. المحفظه دي بتجيلك في بوكس شيك قوي، هديه حلوه قوي، وممكن تكمليها بانها تكون محفظه طقم، محفظه وحزام. بنكتب على المحفظه بس مش بنكتب على الحزام، لان هيبقى صعبه فكره ان الحزام يبقى مكتوب عليه، هيبقى شكلها مش حلو قوي. لكن الحزام برضو بتاع براند اي اتش هتلاقيه على الموقع، هتلاقيه قوي جدا ويستحمل ويعيش، وهعمل لكم فيديو عنه قريب جدا. كده اقدر اقول لك ان انت اخترتي هديه مميزه جدا تعيش كتير جدا، وفي نفس الوقت رسالتك منها بتظهر لمتلقي الهديه، وفي نفس الوقت اسمك موجود عليها طول الوقت وطول العمر. محفظه تعيش سنين، ويلا بينا نتفرج عليها في الفيديو اللي جاي ده عن قرب. ده شكل المحفظه من بره. ده شكل الخياطه بتاعتها. هنفتح من جوه، بتشيل 3 اماكن الناحيه دي و3 اماكن الناحيه دي، كل جيب هيشيل كارت. وفي نفس الوقت جيب للفلوس مش متبطن، قوي جدا، يعيش كتير جدا. اجمالي حجم المحفظه مش كبير. في منها ال3 الوان، الاسود والبني والهافان، هتلاقوهم على الموقع. محفظه شيك زي ما انت شايفه، تقدروا انتوا تقيموها بالنظر وبالفيديو اللي ظاهر. هنا اكون شرحت لكم ايه التميز بتاعنا في الضمان، التميز بتاعنا في الطباعه اللي خارج الصندوق، التميز بتاعنا في ان احنا
المنتج بتاعنا شيك قوي وهيوصل في شكل حلو قوي لمتلقي الهدية. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، واي استفسار تواصلوا عن طريق الموقع، وتحياتي.